بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. من كام يوم كنت بتصفح كده الأخبار، فلقيت خبر صدمني وزعلني جدا جدا. الخبر ده عن طالبة جامعية لسه في مقتبل عمرها، فبيقول الخبر إن لقت طالبة جامعية مصرعها، وده كان أثر تناول جرعة مسكن زائدة لتخفيف آلام الحيض، لتخفيف آلام الدورة الشهرية. طيب، ده يعني خلاني أرجع وأقعد أدور في الكلام والإحصائيات والدراسات اللي بتتكلم عن أخذ المسكنات في الفترة دي بالأخص. فلقيت إن في إحصائيات بتقول إن حوالي 90% من البنات بيعانوا من آلام الحيض. يعني تقريبا كل بنت بتمر بآلام صعبة كل شهر، وللأسف بقت حباية المسكن هي الصديق الصدوق في الشنطة. تحطها في الشنطة، هي عارفة خلاص أنا دلوقتي في هذه الفترة، فأنا حاطة شريط المسكن في الشنطة. أول ما بحس بالتعب، وأول ما بحس إن أنا تعبانة وعندي مغص، أفتح الشنطة وأخد حباية المسكن، لأن أنا في الفترة دي. طيب، واحنا ماشيين بقى في الشغل، واحنا في المواصلات، واحنا في الجامعة، واحنا في اي مكان، مش مشكلة، المهم ان الألم ده والمغص ده لازم يقف. طيب، هل سألنا نفسنا قبل كده هو احنا بنحل المشكلة ولا احنا بنسكتها بس؟ احنا بنوقف المغص وخلاص. طيب، هل كتر المسكنات دي ممكن يأثر على هرمونات البنات فيما بعد؟ هل كتر المسكنات دي في الفترة دي بالذات هل ممكن تأثر على إمكانية الحمل أو تأخر الحمل فيما بعد زي ما البعض بيتكلم؟ طب هل فعلا في بدايل تانية طبيعية ممكن البنات تاخدها بدل المسكنات دي، اللي هي ممكن تعرضها لمشاكل كبيرة جدا، آخرها الخبر اللي أنا كنت لسه بقول لكم عليه إن هي ممكن تؤدي الوفاة؟ طب هو المسكن ايه خطورته الشديدة اللي ممكن يوصل البنت انها تفقد حياتها؟ كل التفاصيل دي هنعرفها بإذن الله تعالى مع ضيفتنا اللي مشرفانا الدكتورة مي الأمير، الصيدلانية. هتجاوبنا على كل التساؤلات دي، وهنشوف آلام الدورة الشهرية ازاي نتجاوزها بأمان. السلام عليكم دكتورة مي، وأهلا ومرحبا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا أستاذ ندى. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة الموضوع ده والخبر ده زعلني جدا وأحزنني جدا، لأن بنوتة لسه يعني في مقتبل حياتها، في مقتبل عمرها، يحصل معاها كده بسبب جرعة مسكن كبيرة. قبل ما نتكلم عن التفاصيل وعن ايه اللي حصل خلاها توصل لكده، خلينا نتكلم عن أخذ المسكن في هذه الفترة اللي هي فترة آلام الحيض. هل يفضل يا دكتورة إن يتاخد وقت الألم بالظبط، ولا في بنات تقولك لا أنا بعمل احتياطي، أنا باخده قبل ما أتألم أصلا عشان لو في ألم يخلص على طول، أنا ما بتحملش الألم؟ نعم، والله موضوع فعلا مهم جدا. وبالنسبة لآلام الدورة الشهرية عند الفتيات، أنا بنصح إنه أول ما يعني شيها أول يوم يعني أو لحظة قدوم مم. البيريد أو الدورة الشهرية تاخذ المسكن، تاخذ باراسيتامول. أنا بنصح مم. مو يكون مسكن قوي، أو هي حسب هي البنت هل هي بتعاني سابقا من آلام شديدة كتير. فأنا بنصح ببدايته نعم، وليس بعدين. مم. يعني أفضل المسكن يتاخذ بالأول، ولكن طبعا في محاذير كتير يعني مع أخذه، مم. يعني في شروط. اه. اه. مم. طيب، ليه كتير من البنات يا دكتورة مي بتشعر بوجع في معدتها بعد المسكنات دي بالظبط؟ يعني بعد تقولك أنا صحيح ألم الدورة الشهرية خف عندي، ولكن أنا بطني بتوجعني، معدتي وجعاني، وإزاي نتجنب ده؟ تمام، طبيعي كتير إذا هي عم تاخذ مضادات التهاب غير سترويدية مثل البروفين، مثل النابروكسين، الديكلون. هدول كلهم المسكنات، أو الأسبرين، هدول كلهم المسكنات بيعملوا آلام في المعدة. هن أصلا من الآثار الجانبية لهم إنهم هن بيزيدوا من الحمض المعوي يعني، وبالتالي بتشعر بالحرقة وبتشعر بآلام معدة. مم. لذلك هي النوع من المسكنات لازم الفتاة تعرف إنه هي المسكنات لازم تاخذها بتكون هي آكلة بعد الوجبة، مم. أو يعني ما بتتاخذ على معدة فاضية يعني.
إمم. فبالتالي بتحس طبعًا إنه في بألم بمعدتها، لأنها بتكون آخذة المسكن بطريقة خاطئة على معدة فارغة أو بجرعة غير مناسبة. تمام. طيب دكتورة، أنا باسمع جملة من بنات كتير أوي بتقول لِك أنا المُسكِّن ده ما بيعملش معايا حاجة، ما بيسكِّنش، أنا زي ما يكون باخد بونبوني وشوكولاتة ويعني ما فيش منّه أي فايدة. إيه اللي يخلّي المُسكِّن يوصل لدرجة إنه ما بقاش بيسكِّن أي ألم، وإن البنات خلاص بقت بتقول يعني ما لوش مفعول وعايزين ناخد حاجة أعلى فأعلى، يعني ليه المُسكِّن إمم. بيوصل لدرجة إنه خلاص ما عادش بيسكِّن؟ نعم. صحيح لعدة أسباب. أولًا ممكن يكون درجة الألم أو عتبة الألم أعلى بكتير من الجرعة اللي أخدتها. عشان هيك عم أقول إنه هي بدها تاخد مسكن أثناء الدورة لا مانع، ولكن في شروط. أول شي بدنا نشوف درجة الألم، وبالتالي بنوصف الجرعة المناسبة. يعني مثلًا الفولتارين الديكلون أو ديكلوفيناك صوديوم في جرعات، في 50 في 75، فحسب درجة الألم. فممكن هي تكون آخذة جرعة بسيطة جدًا ودرجة أو عتبة الألم عندها أعلى. ممكن كمان بعض الفتيات للأسف معظم الناس لما بيكونوا آخدين من زمان مسكنات متعودين على المسكنات، الجسم ببطل هي الجرعة يعني يستجيب لها، بصير بده جرعة أعلى. وهذا إمم. الكلام بصير مع المسكنات وأدوية الأدوية المهدئة والأدوية النفسية ومن ضمن أيضا المسكنات. إمم. بيصير الجسم بيسكن الألم بهي الجرعة، مستمر أنا باخذ هي الجرعة، بصير الجسم لا بيعلي درجة الألم، فبالتالي أنا لازم أعلي جرعة المسكن وهكذا. إمم. وهذا طبعا بسبب الاستخدام الخاطئ للمسكن، لأنه لو أنا عم بستخدمه بطريقة صحيحة وبجرعات مدروسة وبوقت محدد مو دائما، فالفتاة ممكن عم تاخده لما بتصاب بصداع، تاخده لما ما بتنام بتاخد مسكن، وبالتالي أيوه. لما بتجيها الدورة الشهرية بتاخد المسكن ما بيأثر فيها، لأنه أصلا الجسم ما عاد استجاب لهذا الدواء أو بالضبط. لهي الجرعة. إمم. طيب دكتورة مي، في أمهات بتقول خصوصًا للبنات الصغيرين حديثي البلوغ، لسه يعني سِن ال11 وال12، فبيبقى لسه في الأول كده الألم بيكون شديد عليهم، وما بيبقوش يعني كتير منهم بيبقى مش قادر إن هو يتحمّله، فبعض الأمهات تقول هادّي مسكِّن، والبعض الآخر تقول لِك لأ أنا ما ادّيش بنتي في السن هي لسه صغيرة وبعدين ده لسه يعني حديثة البلوغ. ما ينفعش أدّيها مسكنات في السن ده أبدًا. رأي حضرتك إيه؟ هل ندّي مسكنات في سن حديث البلوغ والّا لأ؟ ولو ما ندّيش يعني هنحل الأزمة دي إزاي؟ لإن هُم بيبقوا حبايبي لسه يعني لسه بادئين ولسه صغيرين، فمش متحملين الألم. نعم. طبعًا طبعًا الفتاة لمّا بتتألم من آلام الدورة الشهرية الحقيقة هي آلام شديدة يعني عند بعض الفتيات، مو كل الفتيات. في إمم. الآلام هي مو شرط مع الدورة الشهرية. يعني في فتيات أبدًا ما بتحس بالألم وهذا طبيعي، والفتيات إمم. بتحس بالألم كمان طبيعي، كل إمم. جسم له خاصيته. هل إذا كانت صغيرة في العمر، هي مبلغة صغيرة في العمر، أعطيها مسكن؟ نعم ممكن أعطيها مسكن وخفف عن الألم، ولكن جرعات مناسبة لها. على فكرة في رضع وأطفال بياخذوا مسكنات الأطفال، فهي إمم. موجودة. يعني إمم. الجرعات الخفيفة موجودة، أنا ممكن أعطيها إذا هي فتاة صغيرة مثلا بالعمر، مقتبل العمر، مثلا أبلغت بكير عمر 12 عمر 13، ممكن أعطيها باراسيتامول تبع الأطفال، ممكن يسكن معاها. وممكن كمان استعين بأمور تانية، يعني كانوا جداتنا يستعملوها، والحقيقة الآن أثبت العلم فعالية هذه يعني الزهورات، إمم. البابونج، اليانسون، إمم. هدول كلهم بيخففوا الآلام. وضع كيس مائي دافئ أيوه. مكان الألم، لأنه إمم. العضلات هون تتقلص كتير، إمم. بتشد، فهذا اللي بيسبب للألم. هو الألم جاي من تقلص عضلات الرحم إمم. اللي أثناء إحنا بنسميها نزول الدورة استخدام الشهرية. القربة السخنة، قربة المَيّة، نحط فيها مَيّة دافية تمام. وتتحط على مكان الألم. بالضبط. بالضبط، تنحط على مكان الألم، لأنه هي وما في منها أي خطورة، بالعكس في اعتقاد إنه القربة السخنة مضرة جدًا للفتاة إذا استخدمتها بمكان يعني آلام الدورة، لأ أبدًا. إمم. هي المَيّة الدافية هي بتخلّي العضلة ترخي، وبالتالي بيقل الألم كتير، كتير بيخفف. فإحنا نساعد الفتاة كمان بأمور تانية غير الأدوية،
بنساعدها، هي معينات لها على تخفيف الألم. أما نتركها تتألم بحجة إنه هي صغيرة في السن، يعني هون ما يعني أنا ما شايفة إنه هذا صحيح. يعني الصحيح نعم نساعدها بجرعات متوازنة، جرعات بسيطة. إذا كان الألم شديد نعطيها باراسيتامول للأطفال إذا كانت صغيرة بالسن على حسب عمرها يعني. وزائد إنه بنساعدها بالمشروبات الساخنة وبالقربة السخنة. الأعشاب، في كتير أعشاب. الميرمية رائعة جدا للبنات، بنصح فيها جدا. يعني كتير الميرمية مشروب أنثوي بحت مشروب نسائي، وحتى أثناء الدورة كتير مفيد. فممكن نستعين بهي الأعشاب ونستعين بأمور تانية لتخفيف الألم. ولكن إنه أنا أكون ضد استعمال المسكن لأنه صغيرة بالعمر، لا مو ضد أبدا، مع الاستعمال الصحيح والجرعة المناسبة لعمرها ووزنها طبعا. ممتاز. طيب خلينا نتكلم عن البنات الأكبر سنا شوية، اللي هم مثلا يعني في العشرينات، في الثلاثينات. البعض منهم بتبقى الآلام عنده شديدة جدا. في أنواع معينة من المسكن حضرتك تنصحي بيه؟ يقولك الباراسيتامول ده ما بيعملش معايا حاجة، كأني باخد بونبوني وشوكولاته مية، ما بيعملش معايا أي حاجة. ففي حاجات معينة نروح للصيدلية نطلبها منهم علشان تكون مسكن قوي لهذه الآلام، وفي نفس الوقت برضو يكون آمن عليهم، لأن هما كده هياخدوها كل شهر يا دكتورة، بمعدل إن هي تاخدها كل شهر مثلا قولي 3-4 أيام، لو في وقت محدد من الأيام دي بيكون في الآلام بتكون شديدة جدا، فيكون آمن وفي نفس الوقت قوي. نعم. طيب آلام الدورة الشهرية عادة ما بتستمر. يعني في بنات عندهم الدورة 5 أو 7 أيام أو 8 أيام، ولكن الآلام ما بتستمر هي المدة الطويلة. الآلام غالبا بتكون أول يوم أو أول يومين بالكتير، يعني ثالث يوم محتمل جدا. مستحيل يكون آلام شديدة مستمرة. هي يعني علميا. فهي فعليا إذا كان الألم شديد جدا جدا فهي حتاخد بالشهر مرتين، يعني يومين ورا بعض، أول يوم نقول وثاني يوم دورة وفقط. وتحاول إنه ما تاخذ المسكنات بقية الشهر لأي سبب، مثل ما قلنا لأنه المسكنات لها آثار جانبية وبتشكل خطورة. فهي إذا كان الألم شديد جدا واستخدمتهم بس أول يوم وثاني يوم تمام. طبعا أنا بنصح إذا كان الباراسيتامول بنصح فيه، طبعا هو آمن أكثر، ولكن إذا كان الآلام شديدة جدا والباراسيتامول ما عم هو أصلا ما بيسكن الآلام الشديدة، نعم ممكن تاخذ مضادات التهاب غير استرويديه مثل الديكلون. الديكلون كثير منيح، افضل من البروفين. ديكلوفيناك صوديوم او ديكلوفيناك بوتاسيوم ممكن تاخذ. طبعا في اشكال صيدلانيه عديده، ولكن الباودر منه اللي بتحليه بمي هو اسرعهم. في بعض الحالات اللي بتكون الم شديد جدا لا يحتمل، هون ممكن مراجعة الطبيب، ممكن يعطيها إبرة مسكن واحدة. بغض النظر إذا الجرعة الواحدة سواء كانت إبرة أو حبوب كبسولات ما بتأثر إذا كانت بالشهر مرة أو مرتين أخذتهم. بس بدنا نراعي أمور معينة. شو هي الفتاة هل بتاخذ أدوية تانية؟ يعني مثلا في فتيات ممكن يكون عندهم ربو، فهي الأدوية بتتعارض مع أدوية الربو. ممكن بالفترة مثلا هي يكون في التهاب عندها وعم تاخذ مضاد حيوي، بدنا ننتبه. فهل بهي الأيام هي عم تاخذ أدوية تانية؟ هل عندها أمراض مزمنة؟ هل عندها سكر؟ هل عندها مشاكل تانية؟ هل عندها غدد؟ هل عندها خربطة بالهرمونات؟ يعني إحنا عم نحكي على الجسم اللي ما عنده شيء بياخذ مسكن، لكن الحالات اللي بيكون تاخذ أدوية تانية أو عندها أمراض تانية، لا هون بدنا استشارة طبية لحتى نعرف شو الجرعة المناسبة لها بهذا اليوم، وهل تاخذها مع الأدوية الثانية اللي عم تتناولها. بدنا نباعد بيناتها، بدنا ناخذ المسكن بفترة والأدوية اللي بتاخذها بفترة ثانية. هون طبعا كل حالة خاصة يعني فيها، بس بدنا ننتبه الفتاة عم تاخذ مسكن إنه ما نؤمن هذا المسكن، حتى لو هي ما عم تاخذ أدوية تانية هو ما نؤمن لدرجة إني أنا ممكن آخذ مثلا مسكنين مع بعض. أعتقد الفتاة اللي ذكرتيها الله يرحمها يا رب ويصبر أهلها، أعتقد والله أعلم هي زادت بالجرعة اليومية. يعني مثلا الباراسيتامول الجرعة اليومية ماكسيموم 6 حبات، بجوز هي أخذت 10، يعني كل كم ساعة كانت تاخذ حبتين، أو بجوز جمعت مسكنين مع بعض، يعني أخذت ديكلون وأخذت بروفين. فهي الجمع كمان، أو أخذت باراسيتامول وديكلون وبروفين، يعني بجوز أخذت 3 أنواع من المسكنات
إمم. جمعتهم مع بعض، بالتالي صار جرعة كتير عالية، صار تسمم دوائي، صار فشل كبدي، يا أو خبر! الجسم ما عاد، الكبد ما عاد يتعرف على هاي المواد، تعرف إمم. عليها كسموم. إمم. فبالتالي حتى كمان لو أنا بس بدي آخذ أول يوم وثاني يوم، ما بدي أنا راكم طول الشهر، بس كمان بدي أنتبه على الجرعة، بدي أنتبه إني أنا ما أخلط أدوية مع بعض. يعني تمام. مسكنات صحية بتساعد، وأنا بنصح فيها للفتيات الكبار وحتى الصغار بجرعات معينة، ولكن مثل ما قلت في شروط بدنا ننتبه لها. بالضبط. هل في أدوية تانية؟ هل في أمراض تانية؟ يعني هي مو إمم. بونبون هيك ناخذها. بالضبط، بالضبط يا دكتورة. طيب هل صحيح أخْذ المسكنات بشكل شهري آلام الدورة الشهرية ممكن يعرّض البنات اللي لسه ما اتجوّزوش تكيُّس المبايض، يعرّضهم لتأخُّر الحمل فيما بعد؟ وفي شائعة كمان كده يا دكتورة غريبة باسمعها من بعض البنات تقول فترة الدورة الشهرية ممنوع الاستحمام. تبديل الملابس فقط والاهتمام بنضافتِك وكل شيء، ولكن ممنوع الاستحمام وخصوصًا بمَيّة ساقعة. فخلّينا ناخد الجزء الأولاني من السؤال وبعدين نرُد على الشائعة الأخيرة. طيب علميا دوائيا إنه هاي المسكنات بتعمل تكيس مبايض أو بتعمل مشاكل في الرحم؟ لا. آه. أبدا، يعني ما في هيك شيء نهائي. يعني ما في أي ربط أصلا بين المسكن والمبايض تكيس المبايض أو هلا في تأخُّر الحمل أو الحاجات دي. نعم، هلا في حالات المسكن ما بينفع معها، بيكون اصلا في مشاكل بالرحم، بيكون رحم مهاجر، او في مشاكل بالمبايض، او إمم. بالرحم، او بقناه فالوب، في مشاكل تانية هي اللي بتعيق الحمل. ولكن المسكنات لا، ما لها علاقه ابدا. يعني إمم. المسكنات اثرها القوي على الكبد والكلى، ما بالضبط. بتاثر، وعلى القلب لا، اللي عندهم مشاكل في القلب بس. ممتاز جدًا. طب دكتورة، إمتى تقولي للبنات لأ ما شُفناش الشائعة الأخيرة، التوقُّف عن الاستحمام في الاستحمام. فترة مم. في فترة الدورة الشهرية، إيه صحيح. الشائعة دي يا دكتورة؟ نعم، لا هي شائعة، وخطأ شائع كمان، لأنه إمم. الاستحمام بفترة الدورة الشهرية ما له أي علاقة بأنه يعني يعمل عرض سلبي. بالعكس، يعني هي نظافة. أولا ما بيأثر أبدا على الرحم، ولا بيأثر على المبايض، لأنه الاستحمام خارجي. فأنا ما بعرف شو ربط الشائعة بالموضوع. ثانيا بعض يمكن البنات بتقول أنا أصلًا يعني حتى لو كمان بمَيّة ساقعة فهو بيزوّد الألم. نعم، ليش؟ مثل ما قلنا هلا القربة السخنة هي علاج. إمم. هن بجوز ربطوا انه لما بيتحمموا بمي باردة العضلة بتتقلص أكثر. يعني آه. المي آه. الباردة بتخلي العضلة تشد أكثر، فبالتالي بتحس بألم أكثر. لا، إمم. خذي الاستحمام يعني مهم أصلا مع الدورة الشهرية، لأنه الجسم بيفرز يعني عرق وروايح، فأصلا نفسيا يعني البنت لازم تتحمم بهذا الوقت. هلا إمم. أنا ممكن أنصح إنه يتجنبوا أول يوم. أول يوم بتكون تعبانة، بيكون في آلام، يعني ممكن ترتاح أول يوم، ولكن ابتداء من ثاني يوم لثالث يوم للأيام كلها بالدورة بس معلش تتحمم، ما في أي ضرر من الحمام، وهي إمم. يعني شائعة خاطئة. ثانيا الحمام بيكون مي دافية، لا يعني مو ساخنة كثير، وإنما يعني تميل إلى السخونة، مو باردة. الباردة إمم. أكيد بتقلص العضلات، يعني بدها تعمل تشنج عضلي، وهي كل المشكلة بالآلام هو تشنج الرحم. إمم. تمام، ممتاز جدًا. طيب أخيرًا يا دكتورة، إمتى تقولي للبنات لأ stop وقّفي أخْد مسكنات أثناء الدورة الشهرية نهائيًا، أنتِ مش عايزة البنت دي تاخد أي مسكنات ولا بد إنها تلجأ لكل شيء طبيعي علشان تسكِّن الألم؟ نعم. آه يعني إمتى توقف المسكنات؟ أول شيء إذا المسكنات ما عم بتفيد، يعني إمم. هي عم تاخذ مسكن بالجرعة المناسبة، وما في تسكين للألم، الألم عم يزيد كتير، فهون الألم مؤشر مو لانقباض بالرحم للدورة الشهرية، لا، وإنما هون الألم مؤشر لسبب آخر، بيكون إمم. في عندها مشكلة بالمبيض، مشكلة أو أخرى. فإذا كان المسكن أبدا ما عم يسكن معاها، ولا 10% ما عم يسكن. إمم. اثنين، إذا في عندها مشاكل بالمعدة مع قيء مستمر أثناء الدورة الشهرية، كمان توقف هون المسكن، لأنه هون المسكن يبدو أثر على المعدة، ويبدو أنه كمان في مشاكل أخرى ممكن تكون هرمونية.
إذا كان عندها هذا الآلام الدورة الشهرية عائق بحياتها، يعني لدرجة إنه هي ما عم تعرف أبدا تتحرك ولا تقوم كل الأيام، يعني حاسة بتعب شديد، بإرهاق، بإعياء. هون كمان أكيد بده يكون في أسباب تانية، بجوز هي عندها نقص حديد، بجوز عندها نقص فيتامينات معينة، بجوز في عندها نقص مغنيسيوم، يعني بيكون في أوقات نقص وقت الدورة الشهرية بيزيد الألم بسبب هذا النقص وليس بسبب تقلص عضلة الرحم. بالتالي هون بنقول وقفي المسكن وبدنا نشوف شو السبب. بدها تعمل تحاليل هرمونات، بدها تتأكد من أنه الرحم والمبايض سليمة، ما في رحم مهاجر. كمان بدها توقف المسكن في حالة كتير مهمة، توقف فيها المسكن لما بيكون في نزيف. يعني لما بدها تلاحظ الفتاة إنه هذا الدم هو زايد عن المعتاد، يعني الكمية زايدة عن المعتاد مو طبيعية، هون بدها توقف المسكن ولازم مراجعة الطبيب. تمام. أخيرا دكتورة مي، نصائح لكل البنات والفتيات اللي بيسمعونا من خلال برنامج قوارير في هذه الفترة، في فترة الدورة الشهرية وألمها، نصائح عملية من حضرتك سريعة. تمام. بدي أقول إنه هذا أمر طبيعي، كل الفتيات بيعانوا منه، أنت مو لحالك أبدا. خذي مسكن، يعني ما تتجنبي المسكنات، ولكن يعني خذيها بحذر وباستشارة، وما تكتري منها، ما تفرطي باستخدام المسكنات. أعيني جسمك بمواد تانية، أعشاب، تدفئة، وراقبي جسمك، راقبي جسمك وانتبهي للتفاصيل اللي عم تصير معاكي، لأنه هي مهمة. وإن شاء الله يا رب الصحة والعافية لبناتنا جميعا. آمين آمين يا رب العالمين. بشكر حضرتك في النهاية دكتورة مي الأمير، دكتورة الصيدلانية، على وجودك معانا وعلى كل المعلومات القيمة الجميلة اللي استفدنا منها، وكل بناتنا يا رب ان شاء الله زي ما حضرتك قلتي هي فتره وبتعدي، ولابد ان احنا نخلي بالنا، يكون عندنا وعي كبير واحنا بنستخدم المسكنات علشان ما نكونش بنعالج حاجه وللاسف نضر قدامها حاجه تانية. شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقه احنا عايزين نقول لكل البنات اللي بتسمعنا النهارده، طبعا ألمك ووجعك ده شيء مقدر جدا جدا، ومش مطلوب منك ان انت تكوني بطله وانك تستحملي الألم، ولكن في نفس الوقت مش عايزين حبايه المسكن دي تكون يعني زي البونبوني كده في شنطتك بتستخدميها اول ما تحسي بالألم. لا، لابد ان انت اولا تستشيري الطبيب في اخذ المسكنات، شوفي ايه المناسب ليكي، ما يتاخدش كتير عمال على بطال بالطريقه دي. وكمان له يعني قدر معين، ما يكونش هو الحل الاسهل ليكي، ونلجأ للامور الطبيعيه والاعشاب الطبيعيه اكيد، والتدفئه زي ما ضيفتنا قالت. اكيد كل الامور دي باذن الله هتقلل الألم، وإن شاء الله فترة وتعدي. نتمنى الصحة والسلامة لكل بناتنا يا رب العالمين. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.